بصوا ايس كريم الليمون، بصوا الجمال والحلاوه، طعمه رائع. المزازه اللي فيه مش عارفه اقول لكم بتبقى عامله ازاي. يعني حاجه كده تعمليها، يعني هتعملي ايس كريم مانجا وتعملي خوخ كله حلو، بس ده بالذات طعمه روعه. يعني المزازه بتاعته تكيفي كده بيها، ومقاديره وحاجاته كلها عندك في البيت. هو بس الكريم شانتيه اللي هيبقى زياده شويه، بيبقى غالي شويه يعني. يلا نشوف هنعمل مع بعض ايه. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في اتم الصحه واحسن حال. هنعمل مع بعض النهارده ان شاء الله باذن الله ايس كريم الليمون. بسيط جدا وسهل واقتصادي، وحاجاته كلها موجوده في البيت. الميه الساقعه طبعا ده حاجه عاديه. ليمون موجود عندنا في البيت، السكر، معلقه لبن بودره واللبن العادي. وايه هو يعني الحاجه اللي بتبقى مكلفه شويه اللي هو الكريم شانتيه بس. فحاجات بسيطه جدا وهتعمليه. يبقى عندك بوله كده يعني كبيره حلوه، تبقى توفر عليكي المجايب من بره والغلو والاسعار اللي احنا فيها دي. هنسمي الله كده. معانا طبعا نص كوبايه لبن ساقع، معانا نص كوبايه كريم شانتيه، كوبايه سكر عادي مفيش مشكله لان هضربه في الخلاط. آه يعني حوالي معلقه ونص كده او معلقه بشر ليمون، معلقه لبن بودره، تلت كوبايه ليمون معصور ومتصفي، وكوبايه ميه ساقعه. كلها حاجات بسيطه جدا. هنسمي الله كده، نحط السوائل الاول، ومعايا معلقتين كده كريمه ابقى احطهم يعززوا الموضوع، يعني دول الاختياري يعني مفيش مشكله. هنسمي الله، نحط الميه الساقعه الاول، الليمون، اللبن كله ساقع، السكر، بشر الليمون، كله كده مع بعض وهديله في الخلاط وهيديكي احسن ايس كريم. معلقه اللبن البودر، لو عندي اكتر كنت حطيت يعني يبقى حلو. نص كوبايه كريم شانتيه، معلقتين كريمه، يعني هو من غير الكريمه، الكريمه والكريم شانتيه يعني هم دول بس اللي يعني، لكن الحاجات كلها عندي في البيت. هضربه بقى واوريه لكم. زي ما انتم شايفين هو طالع ابيض كده. انا طبعا اعززه باللون شويه، تحطي بقى اصفر او اخضر. بصوا بقى القوام، بصوا الجمال والحلاوه. شوفوا بصوا الجمال بقى والحلاوه، بصوا عامل ازاي. حاجه جميله 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 يعني. هحطه بقى في التلاجة من يعني 6 ساعات ل8 ساعات، او احطه بقى بالليل ان شاء الله باذن الله بكره اكمل لكم الفيديو عشان يجمد براحته كده خالص. كده زي ما انتم شايفين بيته ليله، طبعا جامد خالص. نبتدي بقى نحطه في البول، بصوا جامد ازاي. زي ما انتم شايفين البوله مليانه، وفي طبعا يكفي بوله كمان. نحط عليه بقى ايه، شوكولاته في المرسيل بتبقى حلوه قوي عليه برضو. جميل يا جماعه، طعم الليمون بيبقى مزز وجميل. عشان حبيبتي اللي طلبته مني يعني عينيا ليها. قناتها حلوه وهي نفسها جميله وبتقدم محتوى حلو، بصراحه بحبها قوي. بصوا الجمال والحلاوه، بصوا عامل ازاي. احسن من مليون محل تجيبي منه. جميل. اكتر حاجه بحبها في الايس كريم الحاجات المززه. يا رب يكون عجبكم كده وتعملوه
تتهنوا، حاجات كده رخيصه وحاجات من البيت بسيطه، حبه ميه بتلج على شويه كريم شانتيه، هو بس الكريم شانتيه اللي بيبقى غالي شويه. بقيه الحاجات بقى، الليمون موجود في البيت، والحاجات بتاعتنا كلها موجوده في البيت، والسكر وشويه اللبن، كل حاجه بسيطه وتكون لك حبه صغيره يعني حبه كبار. بسم الله ما شاء الله يعني. يا رب يكون عجبكم وتعملوه، يتهنوا يا رب. لايك وشير، فعلوا الجرس عشان الوصفات توصلكم. ميرسي قوي، السلام عليكم.